السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين ست البيت ام ايه. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده قبل ما نعمل اي حاجه هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد ان شاء الله. روتين جديد ويوم جديد مع يوميات ست البيت، بس الروتين النهارده صعب جدا جدا. قبل ما اقول بقى اي حاجه خالص وقبل ما نبتدي الشغل مع بعض، الفيديو ده كان عندي من اسبوع وكنت مخلصاه وكل حاجه، بس ما كنتش لسه سجلت عليه صوت عشان اللهم صل على النبي. عشان ايه؟ عشان احنا اتلهينا بقى في الرز وزراعة اللوبيا والبامية واتلهينا خالص وما نزلتوش، فقلت بقى انزلكم عشان ايه تشجعوني كده، ودعوة منكم حلوة، ربنا يعيننا اللهم امين يا رب العالمين ويعين كل واحد على حاله. هنا بقى حباب قلبي كنا صاحيين، كان ابو ايه كده مصحينا تقريبا الساعة 5. شوفوا حتى لو تاخدوا بالكم الندى كان لسه حاطط، او الشبورة زي ما بيقولوها عندنا كده، الشبورة او الندى، يعني كنا بدري جدا جدا جدا. فطبعا كنا بقى مع بعض حتى، وعلي صحي جه ورانا. آه فكنت ملبساه الطاقية لان كان الجو برد، وكنا يعني ايه، الشبورة كان حاطه، فكان قايم من النوم بقى، خفت ايه يتعب وكده. فطبعا احنا ما قلناش طبعا هنعمل ايه هنا، هقول لكم. احنا هنا حبايب قلبي كده اللي هو البرسيم او العلف بتاع المواشي، بعد ما بنحش البرسيم او الربه زي ما بنقول عندنا في الارياف وفي الفلاحين، بنحطها كده على السكه لما تنشف زي ما حضراتكم شايفين كده. وكلكم طبعا او معظم الناس اللي في الارياف وفي الفلاحين عارفين ان الدريس ده او علف المواشي ده لما بينشف بنسيبه بقى ايه، بنكسره كده بنكسره للمواشي. طول الصيف بقى بياكلوا منه. تمام. يلا حبيب قلبي، نسيت اقول لكم اللي لسه ما اشتركش في القناه واول مره يشوفني ينزل على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو اللي بالليل الاحمر ويشترك في القناه ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش يا حبايب قلبي لايك كده وكومنت منكم حلو عشان تشجعوني. طبعا العائله كلها هنا، بس ايه بنتي لسه ما كانتش موجوده، كانت نايمه سبتها نايمه. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، اليوم ده بصوا حصل لي حوادث كتير جدا. كل ما امشي شويه يحصل لي ايه، كارثه كده. علي ابن بقى ايه فرحان بقى، عمال بشاور على الكاميرا وفرحان، كل شويه يشد في الحماره دي، يعني لا مؤاخذه، يعني كل شويه يشد فيها يقوم كفيني على وشي، كل شويه يكفيني على وشي. فانا كنت بقى بشيل، غمرنا شويه العلف ده او البرسيم او الربه او الدريس زي ما بتقولوا، قعدنا نكومهم كده. وابو ايه بقى واقف على العربيه، وبقيت او على العربيه الحماري، بقيت انا بقى اناوله كده وايد على ايد بقى تساعد. بس بصراحه اليوم ده يا جماعه والله العظيم تعبت جدا جدا. مش عايزه اقول لكم ان انا روحت يعني نمت تقريبا طول اليوم. يعني بصوا بقى، تخيلوا ان انا قمت الظهر او بعد الظهر عشان اعمل اكل، تخيلوا بجد. يعني كان يوم متعب جدا جدا، واشتغلت فيه كتير قوي قوي قوي، والحمد لله على كل شيء. وطبعا كنا قايمين من النوم بقى، لا فطار ولا اكلنا حاجه ولا شربنا اي حاجه. ودي عيشة الفلاحين يا جماعة، ودي الأرياف. وطبعا انتوا عملت معاكم روتينات كتير قوي قوي في الأرض، وزي ما بنشتغل في البيت انتوا عارفين ان احنا بنشتغل في الأرض. وربنا يعيننا ويعين كل واحد على حاله. ومش عيب طبعا ان انا اساند على جوزي او على ابو اولادي، مش عيب خالص، لا انا ببقى مبسوطة وبعمل الشغل ده بالرضا وبالحب وبالمحبة وبكل حاجة. بس عايزة اقول لكم على فكرة، وانا بعمل الفيديو ده او وانا بعمل الشغل ده في الأرض، عايزه اقول لكم ان احنا اتخانقنا. بصوا تخيل، اتخانقنا يا جماعه حياه ربنا. يعني كل ده وما فيش كلمه حلوه. تمام. يعني الحمد لله. انت ما بتعمليش، انت مش عارفه ايه كده، الكلام اللي ايه اللي بالكم منه ده. هنا بقول لكم ما تنسوش اللايك. فلازما طبعا كلمة كده كلمة كده لازما الواحدة تعدي، ولازما الواحدة تستحمل عشان خاطر ولادها وعشان خاطر بيتها. ده مش يوم ولا يومين يا جماعة. فايد على ايد بتساعد وكده، زي ما قلت لكم قبل كده، هو ملهوش حد يعني بعد ربنا غيري. بسند عليه، اللي بقدر عليه بعمله، واللي ما بقدرش عليه هو بيعمله كده يعني. يلا حبايب قلبي كده، اللي نسيت تحط اللايك حط لايك. انا شايفاكي اهو. على فكره اللايك ما بيعملش حاجه والله، كل اللي في الموضوع ان هو بيرفع لي الفيديو، عدد كبير من الناس بتشوفه. واللي بتشاهد لي كده واول مره تشوفني او اول مره لسه تشترك في القناه، يا ريت تشترك في القناه ويا ريت تفعل الجرس على كلمه الكل. تمام.
وطبعا حابه اشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا جديد القناه. في ناس كتيره جدا جدا دخلت القناه، شرفتوني ونورتوني وشرفتوا القناه، والقناه ان شاء الله مش هتكبر غير بيكم ان شاء الله يا احلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، يدومكم في حياتي نعمه. وكل حبايب قلبي اللي معايا بقى من اول ما فتحت القناه واقفين في ظهري ويعني بيدعموني بلايكات بقى وكومنتات حلوه تشجعني. انما بقى لو في كومنت سلبي يا جماعه مش هرد انا على الكومنتات السلبيه خالص نهائي، لان بصراحه مش هرد على كل كومنت، انا هسيبه كده ايه منه لنفسه، هو مع نفسه بقى تمام. فاللي حابب يا جماعه يدخل الفيديو يقول كلمه حلوه كلمه طيبه على عيني وعلى راسي. اللي هيقول كومنت سلبي طبعا مش هرد عليه، الف من هيرد عليه بدالي تمام. بس الحمد لله لحد دلوقتي كده يعني ايه لحد دلوقتي كده يا جماعه. بصراحه انا بسجل الولاد عاملين دوشه جنبي بره، فيا ريت يعني اسفه اعذروني استحملوني. انا بجد بختار اي وقت كده يعني ايه، مش عايزه اقول لكم انا بقعد الولاد عشان بصوا معجزه. طبعا ربنا يخليهم يا رب ويرزق كل مشتاق ويهديهم، ربنا يهديهم يا رب. هنا زي ما انتوا شايفين بقى ايه، نتكلم بقى كده واحنا بنشتغل كده ونشوف اللي بيشتغلوا دول نسيبهم بقى، خلينا احنا مع نفسنا خلينا احنا بقى مع نفسنا كده نتكلم مع نفسنا ونسيب اللي بيشتغلوا دول يشتغلوا بقى، ربنا يعينهم بقى، ربنا يعينهم. بس بجد والله العظيم هبطت قوي في اليوم ده، تعبت جدا جدا. الحمد لله على كل شيء. هو ده حالنا والله يا جماعة، وده شغلنا وده حال الارياف والفلاحين، هنعمل ايه؟ بقول لكم ما تنسوش اللايك، وبحبكم قوي 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 يا احلى متابعين في الدنيا. يعني بصوا في عز تعبي والهبطان اللي انا فيه، وبقول لكم بحبكم قوي 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 قوي. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي على دعمكم ليا، وانا عايزه اشكركم بجد على وقفتكم جنبي، وكل اللي دخل القناه وحابب ان هو يدعمني باللايك كده. شوفوا على فكره انا ما رضيتش اشيل الحته دي، لان بجد والله العظيم دي مش اول حادثه تحصل لي. بصوا انا وقعت كده في اليوم ده اكتر من كذا مره، كل شويه تكفي على وشي يا جماعه. انا بشتغل، انتوا لا منكم ولا بكفايه شركم، يعني عماله بشتغل وهبطت جدا وانتوا عمالين تاخدوا مني وكمان بتوقعوني. هنا بقى بعد ما خلصنا حبايب قلبي كده ايه، خلصنا بقى كنا بنحمل على العربيه وبنحطها في الارض طبعا خاليه خلاص كده، الاراضي كانت خلت خلاص. بنكومها كده في الارض يومين 2 بالظبط كده. كانت الشمس بقى انتوا عارفين الشمس حاميه قوي، فكانت الشمس بتنشف الدريس ده او العلف بتاع المواشي او البرسيم لحد ما تنشف خالص، والدراسه بتيجي بتدرسوا بقى المواشي بتاكل منه طول الصيف. تمام كده متفقين؟ اللي هقول لكم تاني، اللي من الارياف والفلاحين عارف انا بقول ايه. انا بحكي او بشرح اللي انا بشرحه ده يا جماعه للناس اللي مش عارفه ده ايه. طبعا ناس كتير جدا جدا لا عارفه البرسيم ولا عارفه الدريس ولا عارفه الارض ولا عارفه الحاجات دي كلها، ولا عارفه حتى شغل الفلاحين والارياف. فانا اللي بقوله ده مش بقوله للناس اللي هي، عشان في ناس يا جماعه بتقول احنا عارفين الكلام ده، احنا عارفين ان ده دريس وعارفين ان ده ربه وعارفين ان ده مش عارفه ايه. انا عارفه ان انتوا عارفين، بس انا بشرح وبقول للناس اللي مش عارفه عشان ما تتفرجش وهي مش عارفه هي بتتفرج على ايه. تمام؟ فالناس اللي عارفه ربنا يخليهم ليا، واللي مش عارفين حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا برضه. هنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا بقى كل اللي كان على السكه او اللي كان على الطريق او كده، فضلنا بقى كان في الارض بقى كتير جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين، فضلنا نقلبه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. قعدنا بقى نقلب بقى وبكل يعني ايد ليا وايد ليه، والحمد لله خلصت على خير. بس برضو والله العظيم هبطت جدا جدا. يا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ودعوه منكم حلوه كده ربنا يعيني. وانا بحبكم قوي قوي قوي، ربنا يخليكم ليا يا احلى عيله واحلى اخوات واصحاب. عيلتي التانية طبعا اللي بحبها قوي 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 واللي هتكبر بيها ان شاء الله، القناه هتكبر بيكم وليكم باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، وخلصنا بقى بقيه الارض كل ده. بس انا فصلت الفيديو وكملنا مع نفسنا، يعني ما خليتكوش حتى معايا للاخر بجد. انا فصلت من هنا وخلصنا من هنا بقيه الفيديو. يلا حبايب قلبي اشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد مع يوميات ست البيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.